السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ بقى، كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الابواب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. النهارده هنعمل حاجة حلوة قوي وجميلة، وجبة جميلة ومغذية وفيها كل القيم الغذائية. هنعمل مكرونة نجرسكو بطريقة حلوة قوي وجميلة، ومكرونة شرايط. وتعالوا مع بعض نبدأ كده. بسم الله ونصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي لسه مشتركش معايا في القناة ينزل يشترك. وتعالوا مع بعض نجيب بصلتين ونبشرهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده، بطريقة حلوة وجميلة وسهلة جدا. بس بصلتين وسط يا جماعة كده زي ما انتوا شايفين، وخلصتهم زي ما انتوا شايفين معايا، ولا كبة ولا اي حاجة، تبشرون بالمبشرة. وهنزل بقى ايه بعد كده، هقطع البانيه بتاعي. يعني المكونات بتاعتي كانت، انا استعملت نص كيلو بانيه وكيلو لبن وكيس جبنة موتزاريلا وكيسين مكرونة من الشرايط. وعملنا مع بعض اجمل مكرونة فيها كل القيم الغذائية، كل حاجة في قلب المكرونة. يعني مش هتعملي وجبة، هي الوجبة فيها كل حاجة، وهتبقى مغذية ومشبعة جدا 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 كده. انا قطعت البانيه زي ما انتم شايفين، وحطيت المية لحد ما تسلق تغلي معايا، وحطيت الملح فيها، وحطيت المكرونة زي ما انتم شايفين سلقتها. سلق المكرونة لمدة 7 دقايق مش اكتر، لان المكرونة الشرايط دي بتاخد سوا شوية، يعني من 7 دقايق ل10 دقايق. بس الطريقة حلوة قوي. المكرونة الشرايط دي بتخليها طعمها تحفة الصراحة، حلوة قوي قوي. دلوقتي انا نقلتها على عين تانية ونزلت بقى العين بتاعتي. وتعالوا نعمل مع بعض الفراخ. الحشو بتاع النجرسكو. عملت معلقة كبيرة من السمنة على معلقتين من الزيت. وهنعمل ايه، هنشوح مع بعض كده سيحنا الزيت على السمنة ونزلنا بالبصلتين، وهنشوحهم مع بعض لحد ما اللون بتاعه يتغير معايا. وهنزل بالفراخ على طول، يدي لون بس مع بعض يصفر كده. وبعد كده هنزل بالفراخ تتشوح معايا. اهم حاجة ما نيجي ننزل بالفراخ على البصلة، لازم تكون سخنة جدا، طاسة عامة سخنة جدا. دلوقتي انا نزلت بنص كيلو من البانيه على البصلتين وبشرناهم زي ما انتم شايفين واصفروا معايا. هنزل بقى ايه، بفلفل اسود وكاري. كاري ده بيخلي الفراخ تحفة، وبيخلي النجرسكو في حتة تانية خالص. وحطينا دلوقتي كاري، معلقة صغيرة من الكاري، وحطينا معلقة صغيرة من الملح. وهسيب بقى المكون بتاعي كده مع بعض لحد ما ايه، اشوح كل المكون مع بعض. حاجة سهلة جدا وجميلة، والله وجبة واحدة فيها كل حاجة. وطبعا كلنا بنحبها، والاولاد بيحبوها وصغيرين وكبار. يعني وجبة مغذية جدا جدا جدا. دلوقتي انا كان عندي زيتون اخضر في التلاجة مخلي، فانا ضفته عليه. والمكرونه بتاعتي اهي خلاص. فانا بعرفكم بقى، بصوا شكل المكرونه استوت. اول ما قطمت معايا كده تمام، رحت مصفياها. بس وانا بصفيها مش برمي الميه، لان انا هحتاج الميه بتاعتها. بتخلي لي، بص، بتعلي قوي 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 التست وانتي بتعملي البشاميل. دلوقتي حطيت معلقتين كبار من السمنه، وحطيت عليهم برضو حبه زيت صغيرين، بطريقة برضو جميلة كده وسهلة، واي حد ممكن يعملها، وطريقة وتطلع منك ناجحة جدا. وهضيف 5 معالق من الدقيق، 5 معالق على معلقتين سمنة كبار، على حبة زيت كده. فانا ايه، هضيف 5 معالق من الدقيق تدريجا كده، 5 معالق كبار مش اكتر، عشان انا مش عايزاه تقيل. انا عايزة البشاميل بتاعي سائل كده وايه، خفيف شوية. فانا بقى إيه، لفيت ال- الدقيق بتاعي في الزيت والسمنه زي ما انتم شايفين لحد ما غير لونه، او يبدأ معايا كده بيبد شويه. هنزل بكيلو من اللبن، عليه بقى ايه، عليه التركه بقى اللي هتخلي البشاميل ده في حته تانية خالص، حاجه تحفه. حاجه حلوه جدا 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 صدقوني. ودلوقتي ايه هعمل ايه، هحط كوبايتين كبار من ميه سليق المكرونه. بتخلي المكرونه تحفه، وبص بتبقى حلوه قوي قوي يعني. دلوقتي ايه، انا خلصت بقى. قلبت كوبايتين من ميه المكرونه على كيلو اللبن، وهسيبهم كده لحد ما يتقلبوا معايا. وهضيف عليها ايه، مكعب مرقه ماجي، وحبه ملح، حبه فلفل اسود. لان خلي بالكم يا جماعه، في حاجه كده عايزه اعرفكم، ان احنا لما نضيف الميه بتاعه سلق المكرونه فيها ملح، فانت ما تزوديش ملح، عشان ايه، ما يحدقش معاكي البشاميل. فدلوقتي انا خلصتها زي ما انتم شايفين معايا. بصوا القوام تحفة وحاجة جميلة قوي، قوام خفيف. فانا بقى تعالوا مع بعض كده بقى ايه، نخلط كل المكون بتاعي كله على بعضه، ونشوف بقى هيطلع مني احلى صينيه نجرسكو ممكن تاكليها، واولادك هينبهروا بيها جدا جدا جدا. واحنا بنتفرج كده ما ننساش نضغط لايك ونضغط اشتراك ونعمل كومنت حلو، ونشوف ايه
ونشوفوا مع بعض ايه رايكم معاه. دلوقتي انا ضفت معلقتين كبار من البشاميل على المكرونه على البانيه على كله، انا خلطت كله في طاسه واحده، وضفت كيس جبنه وخلصتهم زي ما انتم شايفين مع بعض كده، ضفت كله في قلب بعضه. وبعد كده بقى ايه هنزل بيها في الصينيه بتاعتي. انا جبت البايركس بتاعي اكبر حاجه عندي، دهنتها سمنه، وبعد كده نزلت بمعلقتين معلقتين كبار من البشاميل في القعر. وبعد كده هنزل بالمكون بتاعي، ما انا خلطت كله مع بعض وكله دخل في قلب بعضه. فنزلت زي ما انتم شايفين معايا بطريقه حلوه قوي وسهله. فانا لما نزلت كله كده بقى ايه هضيف عليه البشاميل بتاعي، هنزل بالبشاميل بتاعي كله على الوش، واحط عليه كيس جبنه وادخله على الفرن. على الفرن ايه ما تولعيش الفرن خالص، يعني سخنيه جامد جدا جدا جدا، وتدخليه لو عندك شوايه وفرن ولعي الشوايه والفرن مع بعضيهم. لو ما عندكيش شوايه وفرن هتسيبيه شويه لمده 5 دقايق وتولعي عليه الشوايه، وهيطلع زي ما انتم شايفين كده بس بألف هنا وشفا، حاجه تحفه وجميل، والله طعمه وريحته مش قادره اقول لكم بقى. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا جدا، ووجبه جميله مغذيه مفيده، كل الاطفال وكل الكبار بيحبوها. ويا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه كامله مع الرايك، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله.